يسعد اوقاتكم. معكم فادي من استوديو فيجن، واليوم وصلني شيء جديد على الاستوديو حابب شاركه معكم، واللي هو المونيتور الجديد اللي اطلقته شركه فيلوورد مؤخرا تحت اسم F5 برو اكس. وفي عندنا المونيتور الثاني اللي هو ال F6 بلس اكس. ما راح احرق عليكم هذا الفيديو، بس فيني اقول لكم انه سعر هذا المونيتور مقارنه بكل الميزات الاحترافيه اللي راح تشوفوه فيه سعر كثير رائع ومعقول، وخاصه انه هي الميزات اللي راح نحكي عليها بيحتاج اي صانع محتوى او صانع افلام لحتى يطلع بنتائج وصور كثير احترافيه وحلوه. اذا كنت جديد على امور التصوير وصناعه الافلام والمحتوى واول مره بتشوفنا، فلا تنسى تعمل اشتراك بالقناه وتفعل زر الجرس لحتى يوصلك كل جديد منا اول باول. قبل ما نبدا حابب اشكر شركه فيلوورد على دعمهم لنا وتوفيرهم لاخر ما انتجوه اللي هو المونيتور F5 برو اكس، حتى نراجعه سوا ونفتح الصندوق ونشوف شو بيجي معه وناخذ نظره على كل الميزات اللي بيقدم لنا اياها هالمونيتور. مراجعتي للشاشه رح تكون من رايي الشخصي ومن كل الفانكشنز الموجوده فيها، وهل هي بتستاهل فعلا انه نشتريها ولا لا. وبدون اي تاخير عليكم خلونا نروح سوا لفتح العلبه ونشوف شو محتويات الصندوق سوا. بداية خلونا نحكي عن الشاشة نفسها. ال F5 بتيجي بقياس 5.5 انش وبريزولوشن بتوصل ل 1920 ب 1080 يعني فول اتش دي، وبعدد بيكسلات بيوصل ل 368 بكسل لكل انش، وهذا بيعني انه رح يعطينا صورة والوان كثير حلوة. نسبة الكونتراست او التباين بهذا المونيتور هي 1000/1، وبزاوية رؤية بتوصل ل 160 درجة، رح تخلينا قادرين نشوف الشاشة من اي جهة. الشيء الحلو بهذا المونيتور انه بيجي ب 1600 نتس، وهذا بيعني انه رح نكون قادرين نشوف الصورة اللي طالعة على المونيتور حتى بظروف الاضاءة القوية، وبدون استخدام السن هود اللي بيجي بالعلبة. من ميزات المونيتور كمان انه تاتش سكرين، والشاشه تبعته ريسبونسيف كثير منيح، وهذا بيعطينا اريحيه حتى نتنقل بالقوائم الموجوده بهذا المونيتور واللي رح نشوفه بعد شوي. طبعا هالشاشه رح يجي عليها مجموعه من الازرار اللي ممكن توظفوها لشغلكم، يعني فيكم تعملوا كستمايزيشن لكل الفانكشنز اللي انتم بحاجه لتستخدموها. كمان رح نلاقي من فوق على المونيتور زر لطفي وتشغيل التاتش الموجود بالشاشه، يعني بحاله انه ما نكبس على الشاشه بالغلط. من الجهه الثانيه رح يكون عندنا زر للوصول السريع للقائمه، بالاضافه لازرار التنقل بين القوائم الموجوده على الشاشه. وطبعا ما راح ننسى زر تشغيل وطفي المونيتور. هذا المونيتور بيدعم HDMI بورتس بتوصل ل 4K 30 فريم بالثانيه على كل من الانبوت والاوتبوت الموجودين عندنا، وهذا كله بالمحصله اللي رح يعطينا صوره نظيفه بدون تقطيع. من الجهه الخلفيه رح نلاقي مكان للبطاريه اللي رح تشغل المونيتور، بالاضافه لميزه حلوه ضمنتها فيلوورد، وهي قاعده فينا نوصل عليها اشياء اكسترنال مثل الوايرلس ترانسميتر او ال LED لايتس او اي شيء ثاني. من الميزات الحلوه بهالمونيتور انه مو بس بيشتغل عن طريق البطاريه، بل كمان عن طريق مدخل كهرباء مباشر 12 فولت، وكمان راح يشتغل عن طريق اليو اس بي تايب سي الموجود فيه بقوه 5 فولت. هالثلاث خيارات توصيل للطاقه بظن كثير كافيين لاغلب السيناريوهات.
وممكن المونيتور يغذي اشياء ثانيه عن طريق مخرج ال 8 فولت الموجود من تحت. وما راح ننسى كمان مدخل 3.5 ملم لحتى نكون قادرين نراقب مستويات الصوت اثناء التصوير. وبنيجي هلا للميزات الداخليه اللي بيقدم لنا اياها هالمونيتور. اذا حركتوا اصبعكم على يمين الشاشه من فوق لتحت راح تكونوا قادرين تتحكموا بمستوى الصوت سواء زيادته او نقصان، والعكس تماما من الجهه الثانيه، راح تكونوا قادرين تتحكموا بسطوع الشاشه عن طريق تحريك اصبعكم لفوق او لتحت. اذا اخترنا اول خيار بالقائمه على سبيل المثال هون اسيست، رح تطلع لنا مجموعه من الخيارات للتحكم بضبط الاكسبوجر، مثل الاول ويفز اللي رح تطلع لنا كل المؤشرات اللي لازم نستخدمها لنضبط تعريض الصوره صح. واذا بدنا نشوف الميزات بشكل منفصل بنختار من القائمه من تحت، مثل الويف فورم باشكالها او الهيستوجرام والفيكتور. ممكن تستخدموا كمان الفوكس اسيست اذا كنتوا بتستخدموا مانيوال فوكس لحتى يساعدكم تضبطوا مكان الفوكس صح. في عندنا كمان ميزه الزيبرا واللي رح تدلنا على مناطق الاوفر اكسبوجر الموجوده عندنا بالصوره لحتى نصلحها ونرجع التعريض متوازن. وما رح ننسى اخر خيار واهم خيار بالنسبه لي واللي هو الفالس كلرز. ننتقل للخيار اللي بعده واللي هو الماركرز، راح يكون فيكم تستخدموا فيها قاعده الاتلات اللي حكينا عليها بالقناه، بالاضافه لخيار السيف فريمز لحتى تعرفوا شو جوا الكادر وشو برات الكادر وقت التصوير. وكمان عندنا السنتر ماركر لحتى نحافظ على الاوبجكت بالنص، وعندنا الريشيو ماركرز اللي بنحكي عليهم بفيديو ثاني. من خيار ايمج رح يكون عندنا مجموعه من الخيارات يلي من خلالها فينا نتحكم بحجم الصوره على المونيتور، واذا كنا عم نستخدم عدسات انامورفيك رح تعطينا قدره نتحكم بنسبه الضغط لحتى نشوف الصوره صح. من هون رح تكونوا قادرين كمان تعملوا فليب للشاشه يسار او يمين، فوق او تحت، حسب شو بريحكم. بالاضافه لميزه التكبير الديجيتال لحتى تكونوا قادرين تشوفوا عناصر الصوره صح وتكونوا قادرين تضبطوها بشكل ممتاز. من خيار اليوزر اوبشن رح نكون قادرين نوصل لشيء اساسي بهذا المونيتور واللي هو اللاتس، لحتى نكون قادرين نشوف الصوره بشكل النهائي شو رح تطلع عنا. وفيكم من هون تضيفوا الوان خاصه فيكم عن طريق استخدام التايب سي الموجود عندنا. من هون كمان راح تكونوا قادرين تعدلوا على الوان المونيتور وغيرهم. بالاضافه من هون راح نكون قادرين نعمل تخصيص لزرار الفانكشنز الثلاثه لحتى نكون قادرين نوصل بشكل اسرع للشيء اللي بيناسبنا. من بعد ما نكون عملنا ضبط للاعدادات حسب احتياجاتنا، فيكم تكونوا قادرين توصلوا لهم بشكل سريع عن طريق انه نسحب على الشاشه من تحت لفوق لحتى تطلع لكم كل الخيارات المعدله، وهيك فيكم تطفوهم وتشغلوهم بسهوله. ومثل ما بنقول كل جهاز له ميزات وسيئات، وخلونا نبدا مع الميزات اللي بيقدم لنا اياها هالمونيتور. سطوع الشاشه واللي بيوصل ل 1600 نتس واللي بشوفه شيء كثير ممتاز، دعم كواليتي 4K 30 فريم على مداخل ومخارج ال HDMI، بالاضافه لميزه التاتش سكرين، امكانيه تشغيل المونيتور بثلاث طرق واللي حكينا عليهم، يعني الاريحيه اكثر بالشغل. الوزن الخفيف واللي بيخليه سهل الحمل وسهل التركيب على الرج الموجود عندنا. السعر مقارنه بالاداء كثير حلو ومعقول. وبنيجي هلا للعيوب من وجهه نظري، ما في تسجيل داخلي على المونيتور نفسه، يعني ما فينا نستخدمه كاكسترنال ريكوردر. الشاشه ما بتدعم ميزه التحكم بالفوكس عن طريق التاتش. النقطه اللي بعدها هي صوت المروحه الموجوده داخل المونيتور واللي راح تكونوا قادرين تسمعوها حتى بشكل خفيف، وطبعا صوته ما بيأثر على التصوير ابدا، بس حبيت اذكر هي النقطه. ومن رايي كمان لو كان بيدعم ال 10 بت بدلا من ال 8 بت، يعني ليكون الرينج اوسع. وهذا كان فيديو اليوم، مراجعه سريعه لجديد فيل وورد بعالم الشاشات الخارجيه او المونيتورز. بتمنى يكون عجبكم، قدم لكم صوره ولو بسيطه عن عالم الشاشات الخارجيه للكاميرات. إذا عندكم أي سؤال أو استفسار عن هذا المونيتور حابين تعرفوا عنه، يا ريت تكتبوا لنا إياه تحت بقسم التعليقات حتى نجاوبكم عليه. بنهاية الفيديو بحب أتشكر فيل وورد على دعمه لنا، وأتشكركم أنتم بشكل خاص على وقتكم وشغفكم ومحبتكم. كنت معكم أنا فادي من استوديو فيجن، بشوفكم بفيديو جديد. سلام.